النهارده هنجيب آلة زمن، مش هنروح للماضي ولا المستقبل. احنا هنجيب شخصية مشهورة من الماضي لزماننا دلوقتي ونشوف هتتعامل معانا ازاي وهنتعامل معاها ازاي. وليكن الشخصية دي هتكون أينشتاين. أينشتاين لحد سن 3 سنين ما كانش لسه بيعرف يتكلم، وبرغم انه اكتشف نظرية النسبية الا ان المفاجأة انه سقط في مادة الرياضة وهو صغير لان استيعابه كان بطيء اخر حاجة، بمعنى اصح كان طالب فاشل. طبعا اي ام مصرية او عربية دلوقتي لو ابنها كان أينشتاين كانت مرمطت بيه الارض لو قال لها اي فكرة عايز ينفذها. مثال صغير: متجاهل ادخل يا زايد يا فاشل ذاكر دروسك انا افهم انا ادخل يلا بنت يا نورهان مسلسل فاطمه بدأ ولا لسه؟ وبعدها نسأل هو التعليم فاشل ليه؟ بس خلينا نرجع لاهل أينشتاين اللي كانوا فقراء وعندهم ورشه كهربائيه صغيره ونشوف عملوا ايه. عمامه اشتروا له كتب في الفيزياء وفي الرياضه، اما بابا فاشترى له بوصله. دي مش بوصله. طبعا لو اي واحد باباه دلوقتي اشترى له بوصله هيكون رد فعله كالاتي: اعمل ايه انا بالبوصله؟ انا عايز ايباد العب عليه جيم. أينشتاين ذاكر ونجح اخيرا، بس بالرغم من كده مدرسينه كانوا شايفينه مستواه اقل بكتير من انه يدخل الجامعه اساسا. واحد تاني غير أينشتاين كان زمان عامل زي ناس كتير قوي حوالينا، راح اشتغل شغل حكومي ما بيحبوش، او راح قعد على القهوه وقعد يشرب شيشه ويلعب دومنا، او راح قعد على الفيسبوك وتويتر وقعد يكتب اي كلام فاضي بس هو ما يئس ولا اهله استسلموا، بالرغم ان ما كانش عندهم اي امكانيات من الموجوده عندنا دلوقتي، وبالرغم من كده ذاكر ونحت في الصخر لحد ما اخذ الدكتوراه واكتشف نظريه النسبيه، وبقى من اعظم العلماء على مر العصور لحد بعد لما اخذ أينشتاين شهاده الدكتوراه. لما كان اي حد بيجي يساله ايه هي نظريه النسبيه كان بيرد عليه بمنتهى البساطه عشان يفهم المعلومه لعقل اللي قصاده، مش زي معظم الدكاتره دلوقتي لما حد يروح يساله عن اي حاجه يروح جاي الدكتور باصص للولد من فوق لتحت بمنتهى الاحتقار كانه اغبى طالب في العالم. معرفش الصراحه لو كان أينشتاين معانا دلوقتي كان برضه هيكون أينشتاين ولا لا. كان كل شويه هنلاقيه داخل لنا على الفيسبوك ويقعد يقلش ويعمل اي حاجه، ولا كان هيستخدم الفيسبوك استخدام صحيح؟ كان كل شويه هنلاقيه طالع لنا على برامج التوك شو يقول اي كلام وخلاص عشان يكون مشهور، ولا كان هيعمل برامج مفيده؟ المهم ان في نهايه حياه أينشتاين ابتدى ينسى كتير وجاله زهايمر، حتى انه كان ابتدى ينسى فين بيته وهو مسافر فين. بس بالرغم من كده الناس اللي حواليه كانوا بيحترموه احترام شديد جدا، على عكس ما معظمنا ممكن يعمل دلوقتي، لاننا بنتبع نصيحة غريبة جدا: اذا لم تستطع النجاح فحاول افشال الاخرين. انت هتعمل لنا فيها زويل يا عم الحاج؟ هتخترع لنا الذره يعني؟ ما تعيش عيشه اهلك. زمان كان العلماء ممكن يسافروا بلاد عشان يطلعوا بمعلومة واحدة، احنا دلوقتي ممكن واحنا قاعدين في مكاننا نجيبها سكة واحدة على بكرة. بس الحمد لله احنا فعلا ابتدينا نطلع المواهب اللي جوانا. دلوقتي في مسابقات كتير جدا عشان نطلع المواهب اللي جوانا، بس في حاجة غريبة: المسابقات كلها عن الغنى، كأن الشعب كله بقى عبد الحليم وأم كلثوم. من هنا في سؤال مهم لازم نسأله: هو احنا الجيل فاشل ولا الإعلام والمجتمع هما اللي هايفين، ولا احنا أصلا مع كل التكنولوجيا الموجودة حوالينا ما بقيناش عايزين نفكر؟ مش شرط عشان كل الناس بيقولوا علينا جيل فاشل والبلد ضايعة وكل حاجة خلاص ما عادش فيها أمل يبقى هما الصح. بالعكس، لو ركزنا على نفسنا واستغلنا الامكانيات والتكنولوجيا اللي حوالينا صدقوني هنكون احسن من أينشتاين توماس اديسون وغيرهم كتير. صدقوني كلنا مبدعين بس محتاجين نفكر وننفذ. نحب ننبه ان حلقاتنا مش هتكون بترتيب معين، وان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه، واشوفكم على خير والسلام عليكم.